نحن في هذا هذا البرنامج بإذن الله عز ليس هدفنا هو زيادة الخلاف، بل الهدف هو علاج هذا الخلاف والدعوة إلى كلمة سواء، إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نحن لا نقول للمخالفين لنا اتبعوا طريقتنا وعلماءنا، وإنما نقول لهم تعالوا إلى كتاب الله عز وجل، نمتثلوا قول الله عز وجل، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. هذه الفرقة كلامنا عنها، طبعا هذه الفرقة تنشط في الدعوة إلى مذهبها، وتزعم أن مذهبها هو مذهب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وآل البيت لهم حق علينا، ومن حق آل البيت علينا أن ندافع عنهم وأن نبين حقيقة ما ينسب إليهم، هل هو فعلا دينهم ومعتقدهم الذي كانوا عليه والذي دعوا إليه، أم أنه معتقد ينسب إليهم وهم منه أبرياء. فلذلك من حق آل البيت، ثم من حق أيضا هؤلاء الشيعة العوام الذين يتدينون بهذا الدين ويظنون أنهم على حق وأنهم على صواب وأنهم فعلا متابعون لآل البيت، نريد أن نبين لهم بالكلمة الطيبة وبالأسلوب أيضا المناسب، نبين لهم حقيقة هذا المعتقد الذي يعتقدون، يعني حتى يعني يهدي الله عز وجل من أراد الله له الهداية. ثم أيضا يا أخي هؤلاء ينشطون في بلاد كثيرة تجهل حقيقة دينهم وحقيقة مذهبهم، فيغتر الناس بهم فيظنهم على حق. أيضا نبين هذه المعتقدات من خلال عرضها عرضا مجردا على كتاب الله تعالى وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى ما كان عليه آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. جميل جدا.